الشرط الوحيد لأحمد فتوح من أجل تجديد تعاقده مع نادي الزمالك خلال الفترة القادمة. تقارير إعلامية صادرة اليوم أكدت هذه التقارير أن اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك لا يمانع نهائيا في تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة، حيث ينتهي تعاقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك بنهاية الموسم القادم، أي أنه يحق لأحمد فتوح توقيع لأي نادي آخر في يناير القادم وأيضا مجانا، وسط الحديث عن تواجد عروض احترافية للاعب، إلى جانب خوف إدارة الزمالك وجماهير الزمالك من فكرة انتقال اللاعب إلى الأهلي على خلفية ما حدث مع اللاعب إمام عاشور مؤخرا. تلك التقارير الإعلامية أكدت أن أحمد فتوح لديه شرط واحد وأساسي من أجل قبول تجديده لتعاقده لمواسم أخرى قادمة مع نادي الزمالك. هذا الشرط وبحسب هذه التقارير هو تسوية كل المستحقات المالية المتأخرة للاعب والحصول على كل أمواله لدى القلعة البيضاء. فيما ذكرت تقارير صحفية أخرى أن إدارة نادي الزمالك رفضت أي عروض لرحيل فتوح، وأن اللاعب مستمر لحاجة الزمالك إلى جهوده خلال الفترة القادمة.